ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. الفيديو ده هنتكلم عن السنه اللي تقريبا هتغير حياتك كلها، ممكن تكون اصعب سنه هتعدي عليك في مسيرتك التعليميه، وهي سنه البري كلينيك او سنه ثالثه. ايا كان، في بعض الجامعات البري كلينيك بتبقى سنه تانية، فاحنا هنتابع برضو الفيديو ده اللي هو سنه البري كلينيك، اللي هي في المعظم غالبا بتبقى سنه ثالثه او تانية الترم التاني. طيب، عشان حوارات سنه ثالثه كتيره جدا، فانا هقسم الموضوع على فيديوهين. فيديو هتكلم عن النظري، وفيديو هتكلم عن العملي، ونبدا نشوف ازاي نشتغل وازاي نحسن شغل ايدينا، وايه هي الريكويرمنتس اللي بتبقى مطلوبه مننا، وكل حاجه عشان نعرفها بالتفصيل. اولا تعالوا نتكلم في الفيديو ده عن النظري. اول ماده معانا وهي عباره عن 3 مواد في ماده واحده، اللي هما الاوفثالمولوجي اللي هي علم طب العيون، والديرما اللي هي الجلد، والاي ان تي اللي هي انف واذن وحنجره. ال3 مواد دول بيبقوا موجودين في ماده واحده، يعني بنبدا ان احنا خلاص مثلا الاوفثالمولوجي 4 محاضرات، بعد كده نخش على اللي بعدها 3 4 محاضرات، وهكذا لغايه ما نخلص الماده. الماده عشان نبقى صريحين ومش هكذب عليكم، الماده صعبه تقيله، فالمحاضره كمان ممكن تقسمها على يومين من كتر المحاضره ممكن تكون كبيره فعلا. فاحنا طبعا هنبدا ان احنا نذاكر المحاضرات اول باول. الماده دي ملهاش عملي، كلها نظري، ميد ترم وفاينل. فاحنا هنبدا ان احنا نركز في العملي، نركز في النظري، ان احنا نذاكره اول باول، ونسمع محاضرات ونسمع شرح الدكتور بيبقى مهم، ولو في ورق بنجيبه، ملخصات بنجيبها، لان الماده فعلا تقيله، والحقيقه ممكن تنزل لنا الجي بي اي شويه. يعني مش هقول لكم ان انتوا سهل تعلوا فيها الجي بي اي، فديت هنحاول على قد ما اقدر نطلع باكبر قدر باقل قدر من الخساره. تمام. تاني ماده معانا وهي ماده مشابهه ليها برضو في الصعوبه، هي السيرجري، الجراحه. هي ماده صعبه، اسئلتها ممكن تيجي رخمه، فبرضو لازم نذاكرها اول باول، ما نراكمهاش، نذاكرها كويس، ندور برضو على اي ورق او اي حاجه نفهم منها. برضو ملهاش عملي، هي نظري بحت. سيرجري ميد ترم وفاينل. تمام. الاسئله بتاعتها ممكن تيجي صعبه، مش احسن حاجه، فدي برضو مش من المواد اللي هتعلمنا الجي بي اي. احنا عارفين سنه ثالثه سنه صعبه، وانا قلت لكم ان اكتر سنه هتستثمروا فيها وتعلوا فيها الجي بي اي كانت سنه ثانيه. في سنه ثالثه دي هنبدا نحاول اكبر قدر من الامكان ان احنا نطلع باقل قدر من الخساره النفسيه الجسديه، كمان الدرجات بجد يعني. تالت مادة معانا وهي البروسيسز. طبعا البروسيسز احنا كنا واخدين عنها معلومة من سنة تانية. بصوا بقى، البروسيسز هي حكاية، بس انا طبعا عشان الفيديو ده نظري بس، فالعملي شوفوا الفيديو اللي جاي. هنتكلم عن البروسيسز من الناحية النظرية. الترم الاول بيبقى عندنا بارشال دنتشر بعد ما خدنا كومبليت دنتشر. الترم الثاني بيبقى عندنا كومبليت دنتشر بس نفس الكلام، بس في العيادة. هنتصرف ازاي في العيادة؟ السنة الثانية كانت كومبليت دنتشر في المعمل، يبقى الترم الاول بارشال دنتشر في المعمل، الترم الثاني كومبليت دنتشر بس في العياده. البروسيس طبعا احنا عارفين انها من المواد فعلا اللي انت ممكن تعلي بيها الجي بي اي، مش من المواد اللي انت ممكن تنزل فيها وتخسف الجي بي اي، فدي ماده بتعلمنا الجي بي اي. تمام، فنركز فيها برده كويس، وهقول لكم ازاي العملي نبقى كويسين فيه كويس. تمام. بعد كده عندنا البعبع، اللي الكل هيقول عليها دي صعبه، مفيش حد فيها بيقفل، ده انت لازم تذاكرها من وانت في بطن مامتك. لا يا جماعه، الموضوع ده مش صح. الاورال باثولوجي، الماده دي يا جماعه هي كبيره، مش هنكر، ممكن تبقى محاضرتين في الاسبوع مش محاضره. تفاصيلها كتير، كتاب قد كده حرفيا، ممكن تقعد تذاكر في المحاضره 3 4 مرات عادي. بس يا جماعه الماده دي بتتكرر. الكليه بتعمل كويزات على طول على كل شابتر، فانت بتذاكر وعندك ميد ترم وعندك فاينل وعندك عملي في الفاينل بتذاكر النظري، فالماده دي بتتذاكر طول الترم حوالي 3 4 مرات. لو انت عملت فعلا ان انت قبل كل كويز ذاكرت الشابتر كله وما تراكمهاش، الاورال باثولوجي اوعى تتراكم. لو تراكم محاضرتين على بعض هتشد في شعرك. هي محاضره واحده، وممكن تقسمها كمان، تقسمها على كام مره عشان كميه المعلومات ما تخشش في بعضها. تمام. محاضره ونخلص الشابتر، نجيب الشابتر كله استعدادا للكويز مثلا. تمام. وهي بيبقى فيها رسم نوعا ما. طبعا لو عملت الطريقه ديت، ان انت هتذاكر محاضره كويس، وبعد ما تخلص الشابتر هتعيد الشابتر من الاول. وقبل الميد ترم ممكن يبقى 3 شباتر مع بعض هتذاكرهم كلهم مع بعض، ممكن تعيدهم كمان. في المتر في العملي بتاع الفاينل ممكن تعيد بقى المنهج كله تذاكره كويس، وفي الفاينل النظري ممكن تعيد الماده.
لو عملت اللي انا بقولك عليه ده، الماده دي هتجيب فيها GPA 4 مستريح، والله العظيم يا جماعه انا مش بهزر. بس الماده دي لو اتذاكرت 3-4 مرات في الترم هتجيبوا فيها GPA كويس جدا، كويس جدا بجد. يعني حاولوا ان انتوا تستهلكوا الماده دي انها تعليكوا GPA، لان في مواد تانية بتخسف GPA ودي جايه معانا دلوقتي. الاورال باثولوجي طبعا العملي بتاعها بيكون صور سلايدات عادي جدا زي الاورال بيولوجي. الكراون هي ماده درجاتها، بصوا كراون اند اوبريتيف درجاتهم حوالي نص الدرجات عملي، فدول بقى عايزين ايه عملي في فيديو لوحدهم. تعالوا نتكلم على الجهه النظريه. الكراون كماده مش صعبه، المحاضرات بتاعتها سهله نوعا ما، كميه المحاضرات مش كبير، تعرف تلمها عادي. بس العبره ان انت تركز في كل كلمه. العبره ان انت ساعات الدكاتره بيجيبوا اصلا معلومات من بره، معلومات من حاجه هم قالوها في المحاضره مش مكتوبه في PDF بتاعهم اصلا. فالكراون من اهم المواد اللي انت لازم تحضر المحاضره بتاعتها، او على الاقل تجيب ريكورد تكتب ملاحظات ورا الدكتور. كويس جدا. ونحاول بقى برضو الكراون ليها فاينل بس ملهاش متر، العملي ليه متر وفاينل، هنتكلم عن العملي باستفصال. بس الكراون من المواد اللي هي مش بتعلي GPA، بس الصراحه ممكن تقلله. فاحنا نحاول على قد ما نقدر نطلع باقل قدر، نشوف المحاضرات، نسمع ريكوردات، لازم يكون معانا مصدر للدكتور ونكتب الملاحظات بتاعته، لان غالبا دي بيجي منها اسئله. نخش على الاندو كمحتوى مش سهل ومش صعب، متوسط عادي. بس عدد المحاضرات بتاعها مش كم كبير، يعني ممكن يبقوا 10 محاضرات ولا حاجه. الاندو اسئلتها بتيجي في المعقول. الاندو من المواد اللي انت ممكن تثبت فيها GPA بتاعك او تعليه كمان، بس مش من المواد اللي تخسف GPA، لا، من المواد اللي انت تعرف تقلل بيها الخساره بتاعت المواد التانية. نفس الكلام بتاع الكراون، هي ليها فاينل نظري وليها عملي ميد ترم وفاينل، والعملي هنتكلم بيه في فيديو لوحده ونتكلم عن الريكويرمنتس. الاوبريتيف من المواد اللي المحتوى النظري بتاعها كبير وممكن يكون كمان ساعات مش مفهوم. نفس الموضوع، نظري فاينل وعملي ميد ترم وفاينل. فالاوبريتيف من المواد اللي في سنه ثالثه بتخسف GPA، بتخسفه حرفيا. فاحنا هنحاول نطلع باقل قدر من الخساره، ان احنا نظبط شغلنا في العملي، وده هنعرف في الفيديو الجاي. وان احنا برضو نقلل شويه ان احنا نفقد درجات، يعني ذاكر اول باول. ريكوردات الدكتور مهمه، والحاجات اللي احنا قايلين عليها دي كلها اساسيات مهمه عشان نحاول نقلل الخساره. والاوبريتيف ما تتراكمش بجد. طيب عندنا كمان الراديولوجي اللي فيه الاشاعات والاشاعه وكده، وانواع الاشاعه وازاي نعملها. الماده مش سهله ومش صعبه، بس الاسئله بتاعتها ساعات بيرخموا فيها. طيب الماده دي بيبقى فيها عملي برضو هنتكلم عنه، بيبقى فيها امتحان ميد ترم وفاينل. المواد دي على حسب الجامعه بتاعتك، لو بتجيب اسئله صعبه فالGPA بتاعك يعني صعب. لو بتجيب اسئله في المعقول من المحاضرات على الاقل، مش بتجيب اسئله فيها لف ودوران، يبقى ان شاء الله الGPA بتاعك فيها يكون كويس. فانت على حسب الجامعه بتاعتك، لان هي ماده مش سهله ومش صعبه، حاجه في المتوسط كده. طيب الدايجنوزس دي من المواد اللي ممكن تكون برضو مش صعبه. دي من المواد اللي تعلي فيها GPA، فتهتمي بيها كويس. عشان ايه؟ احنا كل ده عندنا مواد بتقلل GPA، احنا عارفين انها تقلل GPA، فبنحاول نعوضها بالمواد اللي بترفع GPA. فلا نسيب ده ولا نسيب ده، لا هنهتم بكله، بس نتاكد ان في مواد هتعلي GPA، يعني نبقى عارفين. طيب عندنا الاوكلوجن دي من المواد اللي بتعلي GPA، ماده يعني عبيطه جدا. المحاضرات بتاعتها سهله خفيفه، ممكن تراكمها عادي، مش شرط تذاكر اول باول، بس تاني اهتم بالحاجات التانية. الاورال باثولوجي ماده في السنه كلها، ترم اول وترم تاني، اهتم بيها. الراديولوجي ترم اول وترم تاني. البروثيزس ترم اول وترم تاني. الاندو والاوبريتيف والكراون ترم اول وترم تاني. طيب الانترنال ميديسن، الانترنال ميديسن دي اللي هي البطنه، ودي ماده طبعا من طب بشري. الحقيقه هي ماده صعبه. صعوبيتها في ايه؟ صعوبيتها في ان كم محاضرات كبير وكم سكاشن كبير، وانت في النظري والعملي، العملي هتمتحن في السكاشن والنظري هتمتحن في محاضرات وسكاشن، فده بيصعب العمليه شويه وبيصعب الموضوع شويتين 3 الحقيقه. وكمان ساعات اسئله طب بشري هنا، بص على حسب الجامعه بتاعتك، ساعات بيجيبوا اسئله طب بشري سهله عشان احنا اسنان، وساعات بيجيبوها صعبه لانهم مش بيبقوا عارفين ايه المحتوى اللي احنا بناخده اصلا، لان اللي بيشرح غير اللي بيحط الامتحان، فيه لخبطه كده كتير.
فالمواد دي من المواد الصعبه، ممكن تقلنا الجي بي اي، بس برضو ده لا يمنع ان احنا دي لازم تتذاكر اول باول نظرا لكم المحاضرات الكبير، سكاشن ونظري، والاثنين هتمتحن فيهم في النظري. الليزر هي ماده داخله شويه على الفيزياء وآلية عمل الليزر وشويه قوانين كده محترمه في الاول. فالماده دي صعبه شويتين 3، فيها حفظ كتير، الكم بتاعها مش صغير، فنحاول برضو نهتم بيها لانها ماده صعبه شويتين 3. هي ملهاش عملي، كلها نظري تام. الميديسن كلها نظري. المواد بتاعه العملي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو هنتكلم عليها في الفيديو الجاي. فاحنا كده عرفنا المواد اللي نهتم بيها، نذاكرها اول باول، ما تتراكمش. كل المواد يا جماعه من غير استثناء شوفوا لها المحاضرات، احضروا محاضرات، يبقى معاكم ريكورد، يبقى معاكم اي حد كاتب ملاحظات الدكتور، بتبقى مهمه لان فعلا هم بيسالوا من الحاجات اللي هم بيقولوها في سنه ثالثه بالذات. العملي وده موال لوحده تاني هنتكلم عليه في فيديو تاني. فما تنسوش تشتركوا في القناه، واي حاجه عايزين تسالوني فيها انا موجوده ارد على استفساراتكم، ومع السلامه.